السلام عليكم ورحمة الله حبايبي ومتابعيني، آسفة على التأخير. رجعت لكم من بعد غياب. سويت اليوم كبة البوتيتا أو البوتيتا شاب. طريقة سهلة وبسيطة وناجحة ومضمونة، أنصحكم تجربوها. وإذا أنتم تشوفون الفيديو لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، تضغطون على جرس التنبيهات حتى يجيكم كل شيء جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. لحبتي هسه أحضر شوية شوية. أول شي الحشوة لحبتي أحمسها. هنا عندي أني مقدار تقريبا 3/4 الكيلو من اللحم الغنم، مثروم وياه شوية دهن مالت يعني همينة غنم. أحمسها كله على نار عالية. هاي الطريقة مالتي اللي كل مرة أسويها أني، تعطي نتيجة أفضل وما تبقى أي زفارية باللحم. أحمسه على حرارة عالية وبعدين أضيف له البصل. استمر بيه اظل يعني بهذا التقليب بهذا الشكل لحد ما يستوي كامل. واضيف له هنا عندي بصلاية تقريبا، بصلاية حجم كبير. خليتها عليه وملح نصي النار جوا لحد ما يستوي كامل. وارجع له هسه من بعد ما استوى طفيت النار. اني تعرفوني طريقتي اخلي البهارات على البارد. البهارات اللي استعملتها كاري وسبع بهار وفلفل اسود. هنا أنا عندي هاي بوتيتا تشوفوها كلها تقريبا بنفس الحجم. بوتيتا نفس الحجم اختارها واخليها على نار، اسلقها نص سلقة. يعني ما تاخذ تقريبا 7 دقائق بس على النار، ما اسلقها هواية، ما اخليها تنمرد. تشوفون صح السكينة دي تجيبيها بس هي بعدها يعني مو قوية، مو كلش لينة. وراح اضيف وياه تمن اللي راح استخدمه اي نوع تمن، عنبر اذا عندك بسمتي، تمن حصة. تقريبا قلاص، القلاص هذا قياسه 250 غرام، يعني ربع كيلو تمن بس منقوع، مو منقوع يعني. وويا البوتيتا اللي استعملتها تقريبا هي كيلو وربع سلقتها. تهدر التمن طريقة عادية شلون تريدين تهدرين التمن. والتمناية همينة ما ممرودة، ما خليته كلش لين. بعدين كل هذا راح اخليه اتركه يبرد كامل تماما، ما اطخه، لازم حيل بارد يعني ثلج. تشوفون التمناي هنا شلون يعني ناشفة، والبوتيتا همينة قوية مو كلش لينة. راح اسويها كلها بماكينة اللحم. رشيت هنا ملح وفلفل اسود بس للعجينة. انا احب ارش ملح والفلفل الاسود على المكون قبل لا اثرمه حتى كله يتلابس بعدين، لانه مرات من ترشيها صفحة تصير بيها وصفحة ما تصير بيها وتظلين تقلبين تتعبين. فرشيها هيجي أسهل وتنثرم من الماكينة. ثرمتها قاطين على الوجه الناعم، يعني مرتين بالوجه الناعم بالماكينة مال اللحم. هذا اللحم عندي برد همينة. ضفت له معدنوس مثروم ناعم، وهذا يعني انتي حسب رغبتك كرفس تريدين تخلين هواية ما تخلين. هاي اضافاتكم انتو يعني مخيرين بيها شلون طريقتكم بعد. بس هذه الطريقة مال الكبة كلش طيبة، يعني الكبة طلعت عبالك كبس ليز، ماكو هيج طعم طيب. العجينة كلش قوية ومتماسكة وما تتعب بالشغل، حيل حيل سهلة. صحيح طريقة عملها شوية يرادلها شغل، مو مثل كبة الحلب كبة التمن. هنا أني صراحة مو كلش واضح، فخليت لكم مقطع وراها يكون أوضح. أني أستعمل الزيت حتى أفتحها، ما أخلي أبد مي، ما أخلي هواية زيت، يعني هيك يقولون بس حتى لا تلزق العجينة وما تلزق حتى عجينة كلش ناجحة. ما أقول لكم ناجحة. سويتها هاي هنا طريقة دا أوضح لكم بيها للمبتدئات اللي ما يعرفون. فتحتها كلش هواية. تشوفون هسه أظل أفتح بيها خفيفة كأنها قشر بصل، وما انزرفت ولا بالتقلى فتحت أو صار لها أي شي. وطعمها حيل طيب، قسبت رأسا كأنه عبالك شبس. طعم البوتيتا حيل حيل طيب. بهذه الطريقة افتحها تشوفون ايش قد خفيفة العجينة، سمكها كلش خفيف. أضغطها من الهواء طريقة عادية بسيطة. أنا صراحة مو هالقد بهذه اللفة، ولو طلعت بإيدي يعني عدلة. أنا كل مرة بالذيك الثانية اللي تكون الطويلة أفضل، يعني أعرف ألفها أضبط. بس هاي هم يعني مبين شكلها مضبوط. وأقليها أخلي دهن غزير لازم من تتقلى. أن يعني ما أخلي على نار عالية، بس مجرد ما يحمى دهن وأوطي النار شوية وأخليها للكبة، لازم دهن يغطيها كامل.
هاي سويت لكم اياها من قريب حتى تكون اوضح. وبهذا الشكل خلصنا. هاي الكمية اللي طلعت عندي خير وبركة. وهسه خليت الزيت ما اخلي هواية يعني كبوب التقلاه، خلي 3 وهاي النتيجة مالتها. شوفوا قمشت الكوباية صدق صدق كبس ليز، يعني هاي صار أكثر من مرة أعيده، يعني طعمها كان كلش رهيب. سهمنا وسهمكم العافية، في أمان الله.